ماتش النهارده صعب، والواد ده مش سهل وعايز يعلم عليك. انا بقى مش عايزك تسكت له، انا عايزك تختمه، تقطعه، تشفيه، تسلخه، تشيله والنبي الموز على جنب علشان انا بحبها قوي. ماشي حاضر يا كوتش. برافو عليك. انا بقى عايزك ايه؟ العكاوي. عايزين نعمل طاجن عكاوي علشان ابويا بيحبها قوي ونفسه فيها. عكاوي يا كوتش؟ ما فيهوش عكاوي ده اصلا. يبقى لحمة الراس ملهاش حل، تحفة. احنا هنقضي الليله كلها رغي في الجزاره دي ولا ايه؟ امال هنفايت امتى؟ الواد ده لسانه طويل على فكرة. يبقى نقطعه ونحطه بقى ايه في سندوتشات مع الطحينة وشوية المخلل. ها يا كوتش الماتش طب هيبتدي. يلا يا كوتش. يلا يا ابني، ربنا معاك. اديله. لا تحت الحزام، لا تحت الحزام، لا. انا كنت عامل حساب اتعشى بالبطين. في مدينة نيويورك سنة 1829 الأيرلنديين كانوا بيهربوا من حكم بريطانيا المستبد وسافروا على أمريكا أو أرض الميعاد أو الأرض الجديدة، جايين يشوفوا الدنيا بتقول إيه هنا. وأول ما الأيرلنديين بينزلوا على مدينة نيويورك. الأيرلنديين كونوا مستعمرة في نيويورك، وزي أي مستعمرة أو أي ناس جديدة بتقعد في مكان جديد لازم يكون عندهم زي جيش صغير، عصابة، حاجة كده على الضيق تحميهم وتحمي مصالحهم. علشان كده اتشكل في نيويورك وتحديدا في مدينة منهاتن عصابة الديد رابتس أو الأرانب الميتة. واسم الأرانب الميتة ده ما جاش كده من العشة، لا الاسم ده ليه مغزى. السبب ان في الوقت اللي كان متجمع فيه عصابة الديد رابتس قبل كده زمان، او زي ما كانوا بيقولوا عليهم المالبري بويز، وقاعدين كده مع شوية العصابات التانية في قعدة ايرش كده، في حد جه من بره ذبح أرنب ورماه في وسطهم. وده كان بالنسبة للأيرلنديين حاجة زي نذير شؤم، أو بيعتبروا الأرنب الميت ده كأنه هو الشيطان. فطبعا الناس بقى جريت وهرجلة وهرج ومرج وكله بقى مش حدش عايز يقعد مع الشيطان. لكن في شوية ناس فضلوا قاعدين في الاجتماع، والناس اللي فضلت قاعدة في الاجتماع دي عملوا عصابة الديد رابتس أو الأرانب الميتة، وبقى الرمز بتاعهم هو الأرنب الميت علشان يخوف أي حد. اتكونت عصابة الأرانب الميتة وبقت أول عصابة قادرة إنها تحمي وتهاجم وتسيطر. الأيرلنديين في منهاتن في نيويورك كانوا تقريبا بيسكنوا في نفس المكان اللي بيشتغلوا فيه، لحد ما بنوا لهم زي سكن جماعي الناس بتقعد فيه وتسكن فيه. وكان السكن ده تقريبا كتلة من القذارة، لأن طبعا كل ما الناس بتكتر كل ما مشاكلهم بتكتر وكل ما القذارة بتكتر أكتر وأكتر. عصابة الأرانب الميتة اللي كان بيميزها في الوقت ده عن أي عصابة تانية هي قدرتها وقدرة الأفراد بتوعها على التفنن بالتضحية بأي حاجة حرفيا مقابل الولاء لمعتقدات العصابة. يعني مثلا خلينا ناخد على سبيل المثال واحدة اسمها ماجي قطة الجحيم. ماجي قطة الجحيم دي يعني كانت بتحب تاخد بالها من نفسها شوية، فراحت عملت بادي كير في صوابعها، وخلت النيلز بتاعتها نيلز نحاس. ليه؟ علشان لما تيجي تهبش اي حد في خناقه تجيب عينيه على طول. كمان راحت عملت شويه تعديل بس بسيط في اسنانها، عملت عمليه تجميل بسيطه في اسنانها، وابتدت انها تنحت سنانها علشان لما تيجي تعض حد لما تيجي تهبشه تجيب اجله على طول. عشان كده اتسمت ماجي قطة الجحيم. عصابة الأرانب الميتة تقريبا كان فيها من كل المهن، من أول الصايع لحد القديس اللي كان حتى كمان بياخد مناصب قيادية في قلب العصابة، وكله كان بيزفر إيديه وكله كان بيتخانق. والأيرلنديين بقى ليهم كلمة مسموعة في وسط العصابات اللي كانت موجودة في نيويورك في الوقت ده. عصابة الأرانب الميتة تقريبا كانت عصابة لا تقهر، محدش كان بيقدر يكسبهم تقريبا في أي خناقة شوارع إلا مرة واحدة بس، في معركة واحدة بس، وهي معركة ال5 بوينتس أو معركة ال5 نقاط في ميدان ال5 نقاط. عصابة الأرانب الميتة تقريبا كانت مسيطرة على منهاتن كلها ما عدا حتة واحدة بس، وهي مكان أو حي اسمه بويري. حي بويري ده كان حي من الأحياء بتاعت الأغنياء زي التجمع كده، واللي كان ماسك الحي ده كانت عصابة اسمها البويري بويز، واغلبيه العصابه دي كانوا من رجاله المطافي ومن الجزارين. الفكره بقى ان عصابه البويري بويز كانوا دايما بيبصوا للايرلنديين على ان هم فئه اقل منهم، وان هم ما يستحقوش اساسا ان هم يعيشوا في امريكا، لان هم مش من السكان بتوع امريكا، على اساس اساسا ان الناس في امريكا هي كانت السكان الاصليين. الديد رابتس ما عجبهمش الموضوع ده اللي هو يا ابني انت على فكره احنا كلنا ولاد 9 يعني، وابتدوا ان هم يستفزوا البويري بويز علشان يدخلوا معاهم في خناقات شوارع اللي معروف ان الديد رابتس شاطرين قوي فيها وهيكسبوها كده كده. وبالفعل اتفقوا على ان في خناقه كبيره جدا هتتم ما بين البويري بويز
والديد رابتس في مكان اسمه الفايف بوينتس او ميدان الخمس نقاط. ليه اتسمى ميدان الخمس نقاط؟ لان هو كان الميدان اللي بتتجمع عنده شوارع منهاتن كلها، كل الشوارع بتصب في الميدان ده. اختار يوم 4 يوليو سنه 1857 وهي نيويورك كلها بتحتفل بعيد الاستقلال، والشرطه مشغوله انها تامن الاحتفالات والكلام ده كله والفاير ووركس والقصص دي كلها. وقف العصابتين علشان يدخلوا في خناقه شوارع ما بينهم. عصابة الديد رابتس واقفة على ناحية وهم ماسكين الشعار بتاعهم المشهور حربة وعليها أرنب ميت، وفي كل المهن موجودة والناس كلها موجودة. مش بس كانت عصابة الديد رابتس هي اللي واقفة، كانت تقريبا أغلبية العصابات الأيرلندية حتى العصابات الصغيرة كلها واقفين مع الديد رابتس، طبعا عملا بمبدأ أنا وابن عمي على الغريب. وكل الوشوش المعروفة واقفة ومستنية الخناقة، زي القديس وزي ماجي قطة الجحيم، وكل المهن واقفين بالسلاح بتاعهم ومستعدين، البقال الحداد وكله شايل سلاح، حتى النجار مسلح. حلوي. والناحية التانية بقى واقف عصابة البويري بويز اللي زي ما قلنا أغلبيتهم من المطافي ومن الناس الجزارين، والسواطير بتاعتهم بتلمع وبرضه مستعدين للمعركة. ومرة واحدة من وسط الجمع بيخرج منهم واحد طويل طوله أكتر من متر وحاجة و90 سنتي، شكله رياضي ومش شبه الناس اللي موجودة كلها. الراجل ده اسمه بيل ذا بوتشر. لا مش ده الأصلي بقى، الأصلي بيل ذا بوتشر أو الجزار، كبير الجزارين ورئيس عصابة البويري بويز. بيل الجزار ده بقى كان ذكي جدا. أول ما شاف الأيرلنديين كلهم متجمعين قالك بس معلش يا شباب لو سمحتوا، احنا الخناقة دي مش هينفع تخلص غير لما رئيس العصابة دي يخلص على رئيس العصابة دي. يعني من الآخر العركة مش هتتحل غير بخناقة ما بينه هو وما بين رئيس عصابة الأرانب الميتة اللي كان في الوقت ده اللي هو القديس. وطبعا زعيم الأرانب الميتة اللي هو القديس حس ان يعني انت كده بتهزقني، فوافق طبعا على الطلب، ويا ريته ما وافق. المعركة علشان تبقى في الصورة هي معركة بأي حاجة ايدك تيجي عليها، صواطير، سيوف، حلل، اي حاجه ايدك تيجي تعرف تعور بيها اللي قدامك استخدمها. وكان بيبقى فيه مراهنات ما بين افراد العصابه وبعضها على ان انا هقتل 5 النهارده وانا هعور 7 النهارده. بتبتدي الخناقه وبتبقى خناقه دميه جدا، وماجي قطه الجحيم تخربش هنا، وفلان الفلاني مش عارف يعور هنا، وده يجيب رقبه واحد. وبيل الجزار استغل الفرصه لحد ما شاف زعيم الارانب الميته واقف لوحده وقام رايح غزه موته، والخناقه خلصت على كده، وبيل الجزار بقى هو كل في الكل. بيل ده بقى يا سيدي اتولد سنه 1821 في مدينه نيو جيرسي من اب وام انجليزيين. اهله دايما اشتغلوا في الجزاره وهو حب ان هو يشتغل زيهم برضه في الجزاره، وراح فتح محل لنفسه في منهاتن. بيل الجزار كان شاطر جدا في استخدام السكينه، لكنه كان شاطر في حاجه تانية وهي الملاكمه. بيل الجزار كان ملاكم سريع قوي وكان شرس، واللي كان بيميزه بقى عن اي ملاكم تاني ان هو ما عندوش اي مشكله خالص ان هو يضرب ويعض ويضرب تحت الحزام، ومن الاخر مش هيخرج من الخناقه دي غير وهو كسبان. ودايما كان بيلعب ديرتي، حتى المباريات بتاعته كانت بتتعمل تحت السلم كده في الخبيني، علشان طبعا الكلام ده كله ممنوع لانها بتبقى نو رولز. بيل كان بيحب السيطره جدا، وطبعا ما ينفعش سيطره من غير قوه، فعمل عصابه البويري بويز دي اللي كان اغلبيتها من رجاله المطافي ومن الجزارين. العصابه دي بقى كان اكل عيشها ورزقها كله من المطافي. ازاي؟ لما كان بيحصل حريق في مكان من الاماكن او في شارع من الشوارع، كانت بتروح العصابه دي وقوموا رايحين حاطين برميل على الحنفيه بتاعه المطافي، علشان لما تيجي المطافي ما تلاقيش حاجه تركبها في الحنفيه، وخلاص بقى بيغلب حمارهم ويمشوا. واول ما بيمشوا بتطلع العصابه بتاعه بويري بويز يطفوا المكان، وفي وقت ما هم بيطفوا يعني بيقلبوا عيشهم، ياخدوا حاجه كده ياخدوا حاجه كده، ده غير الفلوس اللي بياخدوها من الناس اللي هم طفوا لهم الحرائق بتاعتهم اصلا. بيل بقى كان صاحب وجهه نظر، وشايف ان الايرلنديين دول اساسا فئه اقل من ان هم تعيش في نيويورك، وشايف ان هو من السكان الاصليين، وان الناس دي اساسا دخيله عليهم، وان هم ما ينفعش ان هم يعيشوا في امريكا ولازم يترحلوا تاني على بلدهم. بيل بقى الجزار كان بيكره واحد اسمه تامي هول جدا، وده رئيس الحزب الديمقراطي اللي موجود في منهاتن. ليه؟ لأن تامي هول ادى حق الأيرلنديين إن هم يصوتوا كمان في الانتخابات، وخلى للأيرلنديين شأن في منهاتن، وده اللي كان بيل الجزار رافضه تماما. عشان كده عصابة البويري بويز بتاعت بيل الجزار ما كانتش بتعتمد أيرلنديين، اللي بتشوفه بتجيب أجله على طول. بيل بقى الجزار انضم في الوقت ده لحركة سياسية اسمها نو ناثينج، يعني اللي مش عارفين حاجة، ودي ملهاش أي علاقة بجون سنو. ودي بقى حركة بسيطة قوي، أي حد كاثوليكي أو أي حد أيرلندي إحنا ضده. طب ليه يا جدعان؟ وي نو ناثينج، والله مش عارفين، هو كده. وطبعا الحركه دي قوت بيل الجزار جدا ضد الايرلنديين، وخصوصا بعد معركه الفايف بوينتس. بيل الجزار خلاص ما بقاش في حد في منهاتن كلها يقدر يقف ضده، والموضوع بقى بالنسبه له كله ماشي تحت امره، والدنيا ماشيه حلاوه واكس 100 100. بيل ما كانش عنده اي مشاكل خالص ان هو يشمر دراعه وينزل يتخانق بايده ويزفر ايديه عادي جدا، كان بيحب ده جدا، كان بيحب ان هو ينزل فايتات كده فور فن،
ينزل بقى يضرب ويكسر لان عطشه للدم تقريبا اكبر من اي حاجه. هو كان راجل عنيف بيحب العنف. الراجل ده بقى في مره عرف ان واحد اسمه جون فلورنس، وده راجل عنده اوتيل في منهاتن. الراجل ده بينزل عنده ناس ايرلنديين عادي. راجل فتح اوتيل، واحد جه دخل قال له يا باشا عايز اوضه بعد اذنك، بيديله الاوضه عادي زي اي حد. بيل بقى الجزار لا يا باشا ما تدخلش ايرلنديين، وقام رايح على الاوتيل. واول ما دخل وسال على جون فلورنس هو موجود فين، وقالوا له ان هو موجود في الاوضه بتاعته فوق، طلع عشان يدور عليه ما لقاهوش. قام نازل تحت مره تانية على الراجل بتاع موظف الاستقبال، مسكه قام مدمدمه، ضربه، موته. ويعين الراجل مش هشوف بعينه دي تاني لان بيل الجزار صفها له بالسكينه. في الوقت ده نيويورك كلها كانت بتعمل لبيل الف حساب، وكله ماشي 100 100، وكله ماشي على المسطره وعلى عجين ما يلخبطوش. لكن بيل الجزار تقريبا كان زهق من الموضوع ده، عايز تحدي. ادوني تحدي يا جدعان، ودوني ايطاليا يا جدعان عايز العب في ايطاليا، ودوني السعوديه يا جدعان العب في النصر، انا عايز تحدي يا جدعان. لحد ما المشاكل بتيجي لغايه عنده، والمشكله جت من مكتب تامي هول رئيس الحزب الديمقراطي بتاع منهاتن اللي احنا لسه متكلمين عليه. بيل بقى الجزار اكتشف ان تامي هول ضم للحزب بتاعه واحد اسمه جون موريسي، وده واحد من اصول ايرلنديه والمعروف باولد سموك. موريسي ده بقى كان قصه ثانيه والعدو الجديد للجزار. الراجل ده كان ايرلندي الجنسيه، اتولد في ايرلندا لكنه هاجر على امريكا من وهو صغير، وتحديدا على مدينه سان فرانسيسكو، وبقى ملاكم مشهور جدا هناك. وكان معروف عنه ان هو مقامر يعني جامبلر، الراجل بيلعب قمار يعني، وصعب قوي ان هو يخسر فلوسه او حتى يخسر فايتاته. بعدها بقى بيقرر موريسي ان هو يرجع على نيويورك، لكن بيرجع على نيويورك بلقطه، بحركه، ما عايز ياخد اللقطه كده. فبيتحدى لاعب امريكي اسمه يانكي سوليفان، وده كان بطل الوزن التقيل في الوقت ده في الملاكمه، وقال له انا عايز العبك. يانكي سوليفان بصراحه في اول ما سمع الموضوع ده نفض له، قال لك ده شكله عيل عايز يعمل لقطه وبتاع، فكك منه. لكن فضل جون موريسي بقى يقعد يقول له انت خايف، انت شكلك خايف صح، خايف باك 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 باك، خايف خواف باك باك. بعديها سوليفان قال لك بقى لا ده شغل عيال وبتاع، خلاص يا باشا تمام انا هلعبك يلا بينا. ووافق فعلا سوليفان على ان هو يلاعب جون موريسي في مباراه ملاكمه، واللي كانت بقواعد لندن او بلندن رولز، واللي كانت في الوقت ده ان الملاكم اللي يقع على الارض الاول ويتم عد 30 عد عليه يبقى هو اللي خسران. بيل الجزار بقى عارف موضوع اللقطه دي وحب يحضر المباراه، وراهن بكل فلوسه تقريبا على يانكي سوليفان ان هو يكسب، على اساس ان هم بقى بلديات واول امريكان بقى واحنا بنشجع القوميه الامريكيه وبتاع. الماتش اتلعب في حقل واسع جدا في مدينه بوسطن، وحضروا حوالي اكتر من 3000 بني ادم. الماتش كان طويل قوي، وصل لمده 37 جوله. انت متخيل راجلين عريانين لابسين كولتات عمالين يضربوا في بعض بقالهم 37 جوله؟ اديهم 5 دقايق يا فندم هيناموا والله. في وقت بقى من الفايت كانت دايره، واحد من التيم بتاع جون موريسي طلع وقال لك ايه ده بيضرب بظهر الجوانتي، احنا مش هنسيبه، الواد ده مش سالك، الواد ده مش صح. وقامت خناقه بقى ما بين الفريقين، وده بيضرب ده وده بيضرب ده، وفي الاخر الماتش بيتلغي والنتيجه بتاعته بتتحسب لجون موريسي. اللي اتقال بعد كده ان التحكيم حسب الماتش لجون موريسي علشان يانكي سوليفان ضرب ضربه غير قانونيه، وبيفوز جون موريسي وكمان بياخد الفلوس كلها. طبعا بيل الجزار في الوقت ده كان هيموت من الغضب، كان هيموت من الغيظ. يعني الراجل الايرلندي ده كسب الراجل الامريكي وكمان خد فلوسي، ده انا بص ماشي يا حبيب ليجي ماشي. موريسي بقى طبعا الفوز قوى قلبه، وقال لك بقى انا راجع احط على الكل يا جدعان. انا سمعت كده ان في واحد هنا بقى اسمه حاجه بيل الجزار، ده ايه ده؟ جاريس بيل الجزار ده مين ده؟ انا سمعت ان هو ملاكم وبتاع وبيضرب طلقات وعامل مشاكل كبيره، انا عايز العبه. الجزار طبعا اول ما سمع كده قال لك ايه يا مراحب يا مراحب، تعالى بس على شرط واحد، انا هلعبك بس المباراه تبقى من غير جلافزات، من غير اللي هي القفازات اللي بتتلبس في الايد دي، والماتش يبقى نو رولز، يعني نضرب في بعض زي ما احنا عايزين، بايدينا بقى برجلينا باللي احنا عايزينه. طبعا في الاول جون موريسي رفض وقال لك لا انا ايه اساسا اللي يخليني اعمل حاجه زي كده، خلاص يا عم مش عايز العبه. فبيل بقى الجزار استخدم نفس الحيله بتاعت باك 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 خايف باك، لحد ما وافق جون موريسي ان هو يلعب الجزار. الماتش ده كان ليه اهميه كبيره قوي، اكتر من 2 بكلوتات واقفين بيضربوا بعض. الماتش ده كان ما بين ايديولوجيتين، ما بين بيل الجزار الاول امريكان الامريكي المتعصب جدا للبلد بتاعته وشايف ان الايرلنديين اساسا ما يستحقوش ان هم يعيشوا فيها، وما بين جون موريسي اللي شايف ان المهاجرين طول ما هم بيشتغلوا بجد وطول ما هم بينفعوا نفسهم وبينفعوا البلد فهم ليهم في البلد بتاعت امريكا زيهم زي اي حد تاني. المباراه كانت مصيريه في مشوار الاثنين. يوم 18 اغسطس سنه 1854 اتنظمت المباراه في بوسطن برضه.
انا مش فاهم بقى ايه موضوع بوسطن ده بقى بجد، نجيب لهم ستيف كاري كسر عليهم الحلبة ولا ايه؟ المباراة بتاعت بيل الجزار وجون مورسي اتنظمت في شارع ويستن آموس في مدينة بوسطن لمدة 7 جولات. 2 رجالة واقفين في حلبة واحدة بيصارعوا بعض من غير اي رولز، من غير اي قواعد، بيلعبوا اكتر من مجرد ماتش، والمراهنات رايحه يمين وشمال، والايرلنديين كلهم بيشجعوا جون مورسي والامريكان كلهم بيشجعوا بيل الجزار. يا ترى بقى مين اللي هيفوز ويثبت للعالم كله ان ايديولوجيته هي اللي صح؟ مين اللي هيكسب؟ الامريكي هو اللي هيكسب ويقول ان فعلا ان الايرلنديين دول حثالة المجتمع، ولا الايرلنديين هيثبتوا حقيتهم بالعيش في امريكا؟ مباراتنا النهارده جامده جدا ما بين بيل الجزار وتريبل اتش جون مورسي. الموضوع يا جماعه النهارده اكبر من مجرد مباراه. بوم، مانشيت جامد جدا من بيل الجزار يرد عليه جون مورسي بكروز لاين. مباراة جميلة جدا. هنعرض بعديها مباراة لتريبل اتش والاندرتيكر. نروح نشوف المباراة ونرجع لبعض مرة تانية. شكرا كابتن ممدوح على التغطيه الرائعه للماتش. المهم بقى ان بيل الجزار انقض على جون مورسي بعد ما شاف ان هو يعني ملاكم كويس وليه وزنه، وابتدى بقى يعض فيه ويضربه تحت الحزام وبتاع لحد ما استسلم جون مورسي وقال ان هو هينسحب. وطبعا تم اعلان ان بيل الجزار هو اللي فاز في الماتش ده. زي ما احنا قلنا ان الماتش ما كانش مجرد ماتش ملاكمه وخلاص، دلوقتي اللي فاز هو بيل الجزار. فطبعا مين اللي صح؟ اكيد بيل الجزار، لان الماتش تقريبا زي ما قلنا كان بيتلعب على مين اللي هيكسب في الاخر، ايرلندا ولا امريكا. الماتش ده بقى كان علامه كبيره قوي، مش بس مجرد في الملاكمه وخلاص، كمان في المراهنات، لان بيل الجزار كسب وخد الفلوس كلها. وجون مورسي كان معروف عنه ان هو ما بيخسرش خالص في المراهنات، دايما الفرس اللي بيراهن عليه هو الكسبان، وكان دايما بيراهن على نفسه. لكن المره دي خسر قدام الجزار العظيم بيل. لكن كعادة جون مورسي وكعادة الايرلنديين ما بيسيبش حقه وما بيسيبش طاره. في ناس من اصدقاء جون مورسي اقترحوا ان هم يعملوا مباراة تانية ويعيدوا الماتش ويبقى مع مباراة ان شاء الله مصر والسنغال في نفس الوقت، لكن جون مورسي بيرفض الموضوع ده وبيقول ان هو مش عايز يلعب ماتش ملاكمة تاني. الموضوع خلاص فتح منه في حتة تانية. في الوقت ده بيل الجزار الجلالة خدته قوي، وفضل بقى كل ما يشوف جون مورسي في الشارع يقعد يقول له هلا انا كسبتك، هلا يا ايريش. وطبعا الموضوع ده كان بيجي على اعصاب جون مورسي وكمان على اصوله الايرلنديه، وزي ما كان معروف عن الايرلنديين ان هم ما بيسيبوش حقهم بسهوله. جون مورسي فضل مرقد على الطار لحد ما حانت اللحظه المناسبه ان هو ينتقم من بيل الجزار. اللحظه دي كانت في فبراير سنه 1855، يعني تقريبا بعد الماتش تقريبا بحوالي سنه. مورسي بقى سلط على بيل 2 من ضباط الشرطه، ودول كانوا اصدقاء جون مورسي، واحد اسمه لو بيكر والتاني اسمه جيم تيرنر. الاثنين دول دخلوا بار ستويكنز هول وقابلوا بيل الجزار ومسكوه ضربوه وعدموه العافيه لحد ما بيل الجزار مات تقريبا متاثر بجراحه. بيتقبض على الثلاثه جون مورسي وجيم تيرنر ولو بيكر، لكن الثلاثه بيخرجوا لعدم كفايه الادله، ويا عيني الجزار بيموت في طيس كده ما ولا اي حاجه. القضيه بتاعته بتفضل متعلقه تقريبا لغايه يومنا ده. لكن بقى لما بيخرج جون مورسي الموضوع بيتغير معاه تماما. جون مورسي استولى على احياء مدينه منهاتن تقريبا كلها وفتح فيها بارات خلته مليونير، ورجع تاني المجد الايرلندي بتاع عصابه الديد رابتس. بعديها بشويه جون مورسي بيخش في موضوع بقى السيناتور والسياسه، وبيبقى واحد من اقوى السياسيين في عصره، والناس كانت بتعتبره في الوقت ده من اقوى السياسيين الموجودين على الساحه. اصل هي كده يا صاحبي، الدنيا كده، اضرب واجري. فما تنساش بقى تضرب على زرار السبسكرايب وتشترك في القناه، ولو انت عجبك الفيديو اعمل لايك واكتب لي تحت في الكومنتس حابب نتكلم على ايه المره اللي جايه. تقدر تشوف الحلقات اللي فاتت وتفعل زر الجرس عشان يجيلك الحلقات اللي جايه، وتعمل لي بقى فولو على الانستجرام وعلى التيك توك علشان يجيلك الجديد كله طازه بطازه. كنت معاكم انا محمود النجار في نجار مسلح، ولحد ما نلتقي المره اللي جايه خلي بالكم من نفسكم. سلام عليكم.